مختل عقليا بيخطف 3 بنات وبيعتدي عليهم لغاية ما واحدة منهم بتحمل منه وبيحاول بعدها يتخلص منها لكن مش بيقدر. عن قصة حقيقية. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. ميشيل ام الطفل اسمه جون بيكون جوزها متوفي وعايشة مع والدتها دلوقتي، وبتعاني في انها تلاقي فرصة شغل كويسة، ده لان هي ما كملتش تعليمها بسبب حملها بدري في جون. ولما بترجع البيت بتلاقي صديق امها موجود وبيحاول يتحرش بيها قدام جون ابنها، فبيدافع عنها لكن بيزقه وبيتعور وبتاخده على طول على المستشفى. لكن في المستشفى بياخدوا منها الطفل لما بيعرفوا ان اصابته بسبب عنف اسري، وبيتعرض بعدها جون للتبني. وتاني يوم بتقابل صاحبتها ايميلي وبتقعد تحكي معاها، وبيوصل ابوها كاسترو المنفصل عن امها وبياخدها بالعربيه. وتاني يوم بتكون ميشيل في طريقها للمحكمه علشان تشوف ابنها وتحاول تقنع المحكمه ان موضوع التبني ده يتلغي، لكنها بتتوه وما بتعرفش الطريق. وبيقابلها الوقت ده كاسترو وبيعرفها انه رايح قريب من هناك وممكن ياخدها معاه لغايه هناك، بس الاول عايز يوديها على بيته علشان يجيب لها هديه تديها لابنها. لكن لما بتوصل وبتدخل معاه البيت بيحبسها في اوضه وبيربطها وبيعرفها انه مجرد رجل وحيد وهي كمان وحيده، وهيربطها علشان ما تتحركش. وبيروح يجيب لها اكل وبياكلها بالعافيه، ولما بتخلص بيغتصبها وهي بتقعد تصرخ لكن محدش بيسمعها لان هي في بدروم البيت. وبعد كده بيربطها وبيعرفها بانه مفيش حد سأل فيها من ساعه ما اتخطفت، حتى ابنها وامها. وبسبب رطوبه البدروم بياخدها للدور الاعلى علشان ما تمرضش، وبيعدي عليها يوميا. وفي يوم بنته ايميلي بتعزم اصحابها عنده وبتسمع صوت خبط ميشيل في السرير، لكنه كاسترو بيقول لها دي كلبه جديده وانا لسه جايبها، بس انا حابسها في الاوضه فوق. وبيطلع يضرب ميشيل علشان تبطل، وبعدها بيجيب لها كلب فعلا، لكنه قبل ما بيمشي يغتصبها قدام الكلب زي كل مره. وبعدها بيسيبها من غير ما يربطها ويسيب الباب مفتوح وبينزل، وبتستغل الفرصه دي وبتحاول تطلع لبره علشان تهرب هي والكلب بتاعها. لكن بيطلع كاسترو وبيختبرها وبيظهر لها وبياخد منها الكلب وبيخلص عليه قدامها. وبعد كام يوم بيجيب الضحيه التانية وهي اماندا اللي بتحاول تهرب لكن ما بتقدرش كالعاده. وبعدها بتكتشف ميشيل حملها من كاسترو، وفي اللحظه دي بيدخل اماندا عليها في الغرفه وبيكتشفوا ان هما الاتنين كانوا زمايل في المدرسه زمان مع بنت كاسترو ايميلي. وبيبتدي كاسترو في اللحظه دي يغتصبهم قدام بعض كنوع من العذاب النفسي ليهم علشان يخضعوا له اكتر. ولما بيعرف كاسترو بحمل اماندا بيغضب جدا وبيحاول ينزل الطفل لكنه بيفشل في محاولته. بتتفاجئ ميشيل بضحيه تالتة اسمها جينا وبيخليها تقص شعرها. ولما بنروح لاهل البنات بيكون كاسترو معاهم وبيدور على البنات المخطوفه زيهم بالظبط. وبيجي ميعاد ولاده ميشيل واماندا وجينا بيولدوها في البيت وبيسموا البنت جيسي. لكن لما بتكبر بيضربها كاسترو زي امها بالظبط، لكن البنات بيدافعوا عنها. بالليل بياخد ميشيل لبره بيعرفها انه هيدفن اماندا وجينا هنا في جنينه البيت، وهياخدها هي وبنتها علشان يهربوا ويكملوا في اي مدينه تانية. وتاني يوم لاول مره بينسى كاسترو الباب مفتوح، واماندا بتشوف النور وبتقعد تصرخ لغايه ما جيرانها بيسمعوها وبيطلبوا الشرطه وبيجوا ينقذوهم بسرعه. وبتطلب ميشيل من المحقق ان هي تعرف مكان جون ابنها، وبيعرفها ان ابنها دلوقتي اتبنته عيله وكبر معاهم من فتره واللي هي كانت مختفيه فيها. وبيعرفها ان الاب والام رافضين يرجعوا لها ابنها تاني، ده لانه هيحصل له ضرر نفسي لما يعرف حقيقه امه. والغريب ان هي بتوافق على رايهم ده بالرغم ان ابنها هيتربى بعيد عنها وهي مش هتعرف تشوفه تاني، وان هي كان ممكن ترفع قضيه وسهل تكسبها لانها كانت في الوقت ده مخطوفه مش بايديها تبعد عنه. وبتفضل ان ابنها ياخد فرصه احسن منها في الحياه. وبتعدي الشهور وبيتحكم على كاسترو بالسجن المؤبد لكنه بيموت في اول كام يوم في السجن. وبتكون ميشيل كتبت كتاب عن قصتها ومعاناتها مع البنات في بيت كاسترو، وانها اشتغلت دلوقتي طباخه ومبسوطه في شغلها. والقصة دي حقيقية. ولحد هناك وخلص فيلمنا، ومتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر عشان نوصلكم بكل جديد.